كان في يوم من الأيام سيدنا محمد عايز يروح يصلي عند الكعبة. طبعا أبو جهل شافه، قال له: انت رايح فين يا محمد؟ قال له: هروح اصلي عند الكعبة. قال له: رحت صليت عند الكعبة انا هدوس على رقبتك. طبعا سيدنا محمد ما عجبوش الكلام ده وسابه ومشي وراح عند الكعبة. راح ابو جهل مشي ورا سيدنا محمد وقال له برضو: يا محمد، لو رحت صليت عند الكعبة انا هدوس على رقبتك واجيب الناس تتفرج وانا بدوس على رقبتك. طبعا سيدنا محمد ما بصش للكلام دوت وسابه ومشي وراح عند الكعبة. ابو جهل ما كدبش خبر وراح قال للناس، قال لهم: تعالوا اتفرجوا عليا وانا بدوس على رقبة محمد عند الكعبة. راحوا واخدين بعضهم ولم الناس وراحوا عند الكعبة. راحوا بقى واقفين مستنيين يشوفوا بقى ابو جهل بقى وهو راح يدوس على رقبة سيدنا محمد. كل ما يروح ناحية سيدنا محمد يرجع تاني، كل ما يروح ناحية سيدنا محمد يرجع تاني. فالناس استغربت، قالت له: يا ابا جهل، انت ما دوستش ليه على رقبة محمد زي ما قلت؟ فوقف متنح ومش بيتكلم شوية ورد عليهم، قال لهم: انتوا لو شفتوا اللي انا شفته لكنتوا بكيتوا بدل الدموع دم. بيقولوا له: انت شفت ايه؟ قال لهم: انا شفت خنادق من نار واجنحة انا ما قدرتش اقرب منها. وكان واقف مصدوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان فعلها لكانوا خدوه عينا، يعني كانوا خدوه قدام اعين الناس. حبيبي يا رسول الله، صلوا على اللي هيشفع فيكم.